لا أحد يعلم ما يخبئ له القدر، بالرغم من المستوى والمكانة والمبادئ والأخلاق. لكن أنت أو أنت، هل فكرت في يوم ما أنكم ستكونون ضحية للغضب أو الكره؟ هتكونوا أنتوا السبب في أذية الناس أو وضع حدا لحياتهم؟ هذا بالضبط اللي حدث مع بطلة حكايتنا لهذا اليوم. أحداث مشوقة، دروس وعبر نستفيد منها بالتأكيد. أهلا بكم في حكايات غادة. لو أول مرة متابع لقناتي، ما تنسى دعمنا بالضغط على زر الاشتراك ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. في منطقة السيدة زينب سنة 2021، ده بالتحديد المكان اللي عايشة فيه رانيا صفوت، مذيعة مصرية في إحدى قنوات الراديو، ليها سمعة عالية وطيبة ومكانة بين الناس. كان ليها برمجين، واحد اسمه على مزاجك والتاني اسمه في السكة. كان ليها عديد من المتابعين والمحبين لمحتواها القيم المقدم بطريقة ملفتة الأنظار. كانت مبدعة ومميزة في مجالها، وتعتبر مكسب عظيم لأي قناة بتشتغل فيها بسبب احترام الناس ليها. من سنة 2000 ارتبط اسمها بالبرامج الراديو وغيرها من البرامج اللي على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشار كمان اسمها أيضا كان راجع بارتباطها بزوجها عبد الرحمن خليفة، البلوجر المعروف والمكتسح على مواقع التواصل الاجتماعي بصيغة كبيرة. قبل ظهور فيروس كورونا، دخل عبد الرحمن خليفة في شراكة تجارية مع أحد الأشخاص، لكن لسوء حظه وبسبب انتشار فيروس كورونا عانت معظم الشركات من الخسارة وأغلقت كل الدول أبوابها. ده الأمر اللي كان عاني منه، وخسر كل أمواله ودخل في أزمة مالية. بعد زوال أزمة كورونا والخسارة، طلب هذا الشخص الشريك لعبد الرحمن استرجاع أمواله من عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن اختفى واختبى عن الأنظار. رانيا كانت على علم بده، كانت متسترة عليه. استمر الوضع ده لفترة قصيرة لحد تاريخ 21 إبريل لعام 2021، بالتحديد في شهر رمضان المبارك. اتصلت أم رانيا بيها عشان تقول لها إن هي وأبوها تعبانين وشكلهم بيعجلهم مرض كورونا، وكمان بتدعوها للفطار في شهر رمضان. واتصلت بأخت رانيا هي وزوجها عشان برضو تدعوهم للفطار. اتصل زوج أخت رانيا بيها وقعد يهددها إن هو هيخبر شريك زوجها بمكان عبد الرحمن. كانت غضبانة جدا، وفعلا اتصل زوج أختها بالشخص. بعد خروج رانيا وعبد الرحمن من عند أمهم، تم الهجوم عليهم وتم اختطاف زوجها. راحت جدا غضبانة عند زوج أختها، وكانت متأكدة إن هو اللي خبر عن زوجها. بدأت تعاتبه وتشتمه، وحصل بينهم شجار. قام ضربها ووقعت على الأرض. ازداد غضبها. كان جنبها سكينة، قامت أخداها وهجمت عليه وطعنته. الطعنة الأولى كانت في رجله، بعدها توالت الطعنات كأنها فقدت شعورها في تلك اللحظة، وفضلت تطعنه بالسكينة لحد ما سقط زوج أختها على الأرض وتوفى. كانت صدمة رانيا، صدمة العمر، إنها ما كانتش مصدقة إنها فعلت ذلك، وإنها أصبحت مجرمة وقاتلة في عين الجيران وفي عين أختها. كمان اجت الشرطة وألقوا القبض على رانيا اللي ما كانتش تعلم إنها في يوم هتدخل السجن. صدمت جمهورها المحب ليها، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشقة. لو مش قادر تتحكم في نوبات الغضب وكرهك، فكن على يقين أنك وقعت في مكيدة الشيطان. إلى اللقاء في حكاية جديدة، أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.